عليكم ورحمة الله وبركاته مي شير زيليف، مرحبا بكم. أستاذي معي فيديو جديد مهم جدا. شفت بزاف ديال التلاميذ تترخاو شي شوية في هذه المرحلة الأخيرة ديال نهاية الموسم الدراسي، وخصوصا جاية عطلة، فأنا نصور هذا الفيديو باش نهضر على هذه النقطة، الأسباب ديال التراخي وكيفاش نتجاوزوها. فيديو تحفيزي تقدروا تعتبروه، النص ديالو غيكون تحفيز، وكذلك كاين واحد الأفكار مسمومة كتدخل عند بعض التلاميذ في نهايه الموسم الدراسي غنتكلم عليها، واللي كتخليهم يفشلوا، كتخليهم ما يكملوش نهايه الموسم الدراسي بالشكل اللي خصهم يكملوه. هذا غنهضر عليه. ثم مي شيغ زيليف غادي نعطيكم واحد المهاره اللي تخدموا بها في العطله، وتخدموا بها حتى من غير العطله، اللي غتساعدكم باش تحققوا الاهداف ديالكم وتنجزوا الاهداف الدراسيه اللي عندكم. فيديو غيكون زوين ان شاء الله، اذا كملوا حتى للاخير حيت غادي تستافدوا ان شاء الله باذن الله عز وجل. اذا اول حاجه مي شيغ زيليف، المرحله اللي حنا فيها دابا، انا تنصور لكم الفيديو قبل ما تجي العطله ديال شهر 5. كتعرفوا بان العطله ديال شهر 5 كتمثل لي انا بالنسبه لي هي العطله الاخيره عند التلميذ، يعني الفرصه الاخيره، يعني داك الامل اللي باقي عندي باش نتشبت به، باش ما نضيعوش، باش نعتق الا كان شي حاجه من تعتق، الا كنت ما جبت شي نقاط، الا كنت ضايع في شي امتحانات، الا كنت باقي ما مراجعش. العطله الاخيره يعني التحدي الاخير ما خصوش يضيع. لذلك انا غادي نهضر معاك اليوم كيفاش غدير باش ما تضيعوش ديك العطله، كيفاش غدير لها، ولكن ما نهضرش عليها في الاول. دابا مي شيغ زيليف، اول حاجه خليونا نسترجعوا الذكريات، نسترجعوا شويه الماضي، لان كان خصنا نتعلموا من الماضي. من شهر 9 الذكريات الكرونولوجيه ديال الاحداث احسن تلاميذ في العالم، من شهر 9 وانتم تتخدموا، تشتغلوا، تديروا المجهود ديالكم دقه دقه. الان وصلتوا للمرحله اللي كنسميوها، نعطيكم امثله، هي كل شيء العبره بالخواتيم. ديما تنقول لكم هذا الهضره. انا نعطيكم مثال. تخيلوا معايا مي شيغ زيليف، تطيبوا شي ماكله، مثلا تدير شي طاجين وتطيبوا، وجيتي داك الطاجين قبل ما يطيب طفيتي عليه. تخيل خليتيه مثلا شي نص ساعه، وشي سول الام ديالك وقول لها هذه الكارثه، قول لها اللي درت هذه الكارثه اش غيطرا. طاجين كيطيب وكتب لي طاجين في التعليقات نعرف كتكمل الفيديو. قبل ما يطيب جيتي مثلا، هو غيطيب في ساعه، انت جيتي في الدقيقه 50 وطفيتي عليه. واش كتظن غتاكل داك الطاجين؟ ما غتاكلوش. علاش؟ ما خليتيهش يكمل يطيب. شنو معنيتها؟ الفينيش، الختام مهم شباب. عداء تيجري ماراطون، باقي 5 الامتار ويدخل، باقي شهر الدراري الامتحان الجاوي. انا نهضر بعدا مع التلاميذ تاع اعدادي بزاف، ما بقى والو، تيجي تيجلس تيترخى. تخيل دابا شي واحد دابا هذا، واش دابا عداء غيقولوا له واش انت عندك العقل ولا ما عندكش العقل؟ باقي 5 الامتار والميداليه الذهبيه تنادي، والنتيجه والعطله، ونكونوا فرحانين ونفرح الوالده وندوز عطله زوينه. غنجي غنطرخ. واذا العداء الى حبس مشات له، تخيل عداء هو تيجري بطوله بحال انت كتجري من شهر 9 وانت خدام باقي 5 الامتار حبستي، ما يمكنش. هادو امثله مي شيخ زير. الماتش مثلا ديال كره القدم، مقابلات في الرياضه، نقولوا مثلا كره القدم، واش الفريق تيفرح بالفوز قبل ما يصفر الحكم ولا بعد ما كيصفر الحكم؟ حتى يصفر الحكم، لان ممكن في اخر دقيقه، في دقيقه 90 وممكن تقلب النتيجه. اذا شنو معنى هادشي؟ حتى شي حاجه ما تحسمات، وما يمكنش نترخى، وما يمكنش نعجز. ولكن نقولوا حنا واحد الحاجه، شنو هما الاسباب اللي تيخليو التلاميذ في هذه الوقيته يترخاو؟ غنهضر على، كاين افكار صراحه مسمومين بداو تيدخلوا لبعض التلاميذ، غادي نتكلم عليها مي شيغ زيليف، وبغيت نحضر منها بعض المؤثرين سامحهم الله بقصد او بدون قصد في وسائل التواصل الاجتماعي، كيبداو يروجوا لبعض الافكار الخبيثه. شنو هما هاد الافكار؟ مثلا تيقول لك انت علاش كتقرا؟ تيقول لك اصلا الفلوس راه ممكن تجيبهم بلا قرايه، حيت كاين طرق. مثلا دابا تلقى شي واحد في تيك توك، تلقى مثلا تي ستريمي كذا، تيقول لك راه بلا قرايه ممكن تجيب الفلوس. هذه الفكره بعدا بالضبط مازال غنخصص ليها بودكاست. كتعرفوا بودكاست تلميذ في القناه ديالكم، غنخصص موضوع بودكاست تلميذ على هذه المساله ديال الفلوس والقرايه، باش نديطايو مزيان، لان فعليا افكار خبيثه ومسمومه كتدخل العقول ديال التلاميذ. تيقول لك اسيدي راه ممكن تولي مشهور ياك وتولي غني، يعني بلا علم، ما تحتاجش اصلا الفلوس وتقدر تولي مشهور وكذا، ما تحتاجش اصلا العلم وتقدر تدخل الفلوس. بل حتى ان بعض الشباب شنو ولاو تيقولوا؟ تيقول لك اسيدي بان الفلوس ماشي هو تيقول لك ان الفلوس هو الهدف، المال هو الهدف الاهم، اما الدراسه تيقول لك فهي طريق اللي طويله ومتعبه. وعلاش انا بغيت نجبد هذه النقطه؟ لان هذه الافكار هي احد الاسباب اللي كتخلي بعض التلاميذ كيترخاو. حيت شحال من واحد تيقول لك استاذ علاش انا كتقرب النتيجه، كيقرب يسال الموسم كنبدا نترخى؟ كاين بسبب هذه الافكار، وكاين باسباب اخرى. كاين اللي تيعيا نورمالمون، كاين اللي تيكون
الجهد ديالو عطاه بزاف بزاف، فما تيبغي ديك السرعه النهائيه. بحال العداء تيجري كيعطي لاطاك بزاف، مثلا في شهر 2 شهر 3 تيعطي لاطاك بلا قياس، ما تيرتاحش، ما كيستافدش من العطل، ما تيرتاحش مثلا نهار الحد، قوه لاطاك، قوه الامتحانات، قوه الخدمه، فمي تيبغي مسكين ديك السرعه النهائيه ما تيلقاهاش. هذا اسباب، ولكن كاين احد الاسباب هي هذه الافكار المسمومه. انا غادي ساجيب بادله من شيخ زليف. اولا بالعقل، واش كظنوا الشباب بان كل شخص في العالم وصل انه يحقق الفلوس واش بدون علم وبدون تخطيط؟ واش كظنوا ماشي غزاله في هذه القضيه؟ يعني مثلا بنادم دابا، مثلا لي ملياردير اللي مشهورين في العالم، الشركات الكبرى، جوجل، فيسبوك، الانستغرام، نقولوا حنا الشركات الكبرى اللي هما مشهورين بغض النظر على المحتويات ديالهم، الاسماء المشهوره في العالم، مول الفيسبوك، مول اليوتيوب، مول الى غير ذلك. واش كظنوا هاد الناس هادو، واش كظنوا وصلوا للفلوس بدون علم؟ كظنوا ماشي شيخ زليف؟ كتعتقدوا بان هاد الشركات جناو الفلوس بسرعه فائقه وبدون علم؟ وان كان بسرعه فهو بالعلم. وان كان مثلا شات جي بي تي منين جا قال لك بانه من اكثر الاحصائيات للشركات، يعني من ناحيه الاستهلاك او من ناحيه الناس شاركوا في شات جي بي تي او نزلوا لابليكاسيون بالسرعه. علاش؟ العلم، لان كانت عندهم فكره علميه قويه جدا، فكره الشات، فكره تقريب المعلومه، كنتحدث مع روبوت يعطيني كل ما اريد بين قوسين. فهذا ليس علم، فاذا حقه ثروه كبيره جدا. اذا قس على ذلك حتى العلماء ديالنا، حتى الصحابه رضوان الله عليهم، التجاره، اي علم غتاخذه في العلوم الحقه، في العلوم التجريبيه، العلوم الطبيعيه الى غير ذلك، الكل والله سبحانه وتعالى يقول في القران: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انا بغيت دابا نناقش معاك فقط غير من ذاك المنطق، حيت بعض التلاميذ تيقول لك استاذ على وديت الفلوس، دابا بنادم تيطلع تيبدا مثلا تيدير لي لايف كذا، تيستريمي تيك توك، تيدخل الفلوس كذا، مزيان، ولكن هل الهدف هو الفلوس؟ الا كان الهدف هو الفلوس الطريق راه باينه، دونك ممكن حتى انا نبقى ندير هذا الشيء وندخل الفلوس، ولكن واش لوبجيكتيف فينال واش انني فقط نجني الفلوس وباي طريقه ممكنه، مع العلم ان هذه تشكل اقليه وليست هي الاغلبيه الساحقه، وبلا ما نقولوا الحرام، وبلا ما نقولوا داكشي مشبوه، بلا ما نهضروا على داكشي. فاذا المشاريع الكبرى والشركات الناجحه، مثل كيف قلت لكم الشركات ديال التكنولوجيا كلها غتلقى الاشخاص اللي اسوها كانت عندهم علم، واللي زيكيب اللي خدامين والفرق اللي خدامين كانت عندهم علم. اذا هي تخطيط وعلم لسنوات. اذا انا الشيخ زليف الى فصلنا العلم وحيدناه وبقينا كنقولوا فلوس 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 4000 فلوس، اذا سنضل والله. وشكون اللي خلى قارون؟ تعرفوا القصه ديال قارون في القران الكريم؟ شكون اللي خلاه يضل من غير العلم؟ ما كانش عنده العلم، هو كان يظن انه عنده العلم، هو وصل الفلوس قال انما اوتيته على علم عندي، ولكن كان فيه الكبر وكان فيه الطغيان. هو كيظن كان عنده العلم، ولكن العلم الذي لا يصلك بالله سبحانه وتعالى ولا يصلك الى الله ليس علم، والعلم الغير نافع فليس علم. اذا ليس الهدف هو فقط جيني تنتكلم على هذه الافكار المسمومه. وفي القران الكريم كيف قلت لكم اخوتي، الله قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحتى انا نعطيكم من الشيخ زليف واحد المعيار، حيت هذه من الاسباب ديال التراخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. سطر معايا على ذيك به، بمعنى ولدي العلم يدخلك الجنه. وشوف الفلوس جايين، راه اسم الله رزاق، نمشي ندرس اسم الله رزاق ونقرا عليه، الرزاق راه غيرزقني، ما يمكنش واش الرزاق ما غيرزقنيش. ولكن هل العلم غيدخلني للجنه الا كان علم نافع؟ فهمتي يا ولدي العزيز؟ وحتى امي الشيخ زليف الا بقينا كنتكونسونطراو فقط على الفلوس بدون علم فغتكون نقمه ماشي نعمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، والله ولدي العزيز ما غنحطوا رجيلاتنا يوم القيامه في الجنه، ما غنحطوش رجيلاتنا ما غنحطوهمش في الجنه حتى يسال عن اربعه هذه الاشياء تنسالوا عليها من الشيخ زليف. وذكر منها وعن ماله، الفلوس، من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذا العبره ماشي فقط غير الفلوس، وقول لي منين جبتي داك الفلوس؟ اذا لما كانش العلم غنجيبو انا بجهل، اذا نقدر نجيبو بحرام. وفيما انفقه، ولما كانش عندي العلم نقدر نفقه في الحرام. فهمتي البلان؟ اذا فالمال هي راه مسؤوليه، ولكن باش ننجح في المسؤوليه خص يكون عندي العلم النافع. اذا انا ماشي غزالف، انا بغيت نهضر. وفي الحقيقه هذا الموضوع مازال يتسع، ومازال نديروا له بودكاست خاص باش نزيدوا نتكلموا فيه، لان فعلا افكار خبيثه، وبعض التلميذات وبعض التلاميذ راه بدون وعي كيتاثروا بهذه الافكار.
يمكن هما ما يردوش لها البال، ولكن تلقى تقول ما بقيتش باغي نقرا، عييت، كنعكاز. شيء عادي، حيت الشباب القرايه ماشي دابا بين قوسين كاين نضج ديال الاطفال كيتسمى نضج الاطفال، وكاين نضج ديال الشباب. نضج الاطفال شنو هو مثلا تلقى شي وليد صغير عنده واحد النضج على قد الحال، مثلا ما تيفرقش ما بين الزوينه والخايبه، مثلا في الماكله فهذه لا اشكال، تجيب له ياكل تكون فيها السكر، تكون فيها الكارب، تكون فيها اللي كان. نضج الاطفال على قدو، هذاك هو النضج ديالو. يضرب ميلفاي ويضرب تشيبس ويضرب طاكوس ويضرب اي حاجه لا اشكال، تكون فيها الزيت ولا تكون فيها الكبريت ولا اللي كان. هذا نضج. في العلم ما يمكنش نخدموا نضج الاطفال. يعني مثلا القرايه، كاين اللي تيتخيل القرايه بغا تكون بحال ميلفاي، تيقول الله ما كرهتش القرايه تكون بحال ميلفاي بحال تشيب زوينه. لا، راه القرايه فيها الصعوبه، راه طريق الى الجنه فيها شويه المشقه. من الشيخ زينب الله يقول فلا اقتحم العقبه، هي عقبه تحديات، فيها من الملل، اذا فيها صبر. متفقين الشباب؟ ولكن ملي كان نتمسكوا بالله وتنديروا الدعاء وربي تيسر ليا، تيكون الله سبحانه وتعالى معايا فتدوز. والله توفقني. وملي تنذكر بانني ملي غنتعلم غنفع الامه ديالي وغنفع والديا وغنفع الدين ديالي، فهذه كل الاشياء كتصبرني. انا باقي لي شهر الامتحان الجاوي، علاش غادي نعجز؟ نقول يا ربي عندي هدف كبير، امتحان جاوي. منكم اللي باغي يدفع مدرسه تميوز، منكم ما شاء الله باغي يمشي من بعد المدارس عليا، اذا باغي ديروا واحد المستقبل. ما يمكنش يكون هذا المستقبل بدون علم. وما تغرش ولدي الا شفتي شي وحدين طالعين في الانستغرام تيدخلوا فلوس وكذا، راه غير مظاهر، وحتى الا كانت خصك تسول راسك واش حرام ولا حلال. اذا المنطق خاصك ديما دير المعيار اودي العزيز. فاذا وكان شحال من واحد مشهور واختفى، وكتشوفوها من الشيخ زاوي شحال من كوبل تيبان لك الفلوس وكذا وبنادم وطالع ومن بعد اختفاو، وبلا ما نهضروا اللي مشى للسجن، بلا ما نهضروا المصائب، وشحال من لاعب وشحال من الفنان جمع الملايين، ولكن تقدر تكون بالحرام وفافلس من بعد منا. ولكن في المقابل عمرك شي طبيب ولا مهندس ولا عالم ولا مدرس رباني ياك، واش كتشوف بان هادو ملي كيتعبوا وكيقراو كيضيعوا في الاخير؟ ما كيضيعش. شكون اللي كيضيع؟ هو اللي كيتعامل مع البشر. ما خدمونيش، الدوله ما دارت لياش، ما كاينش الوظائف، انا غنتعامل مع الرزاق. انتهى الكلام. ما نتعاملش انا مع الدوله كذا دارت، لا لا لا، هذوك اسباب. نتعامل مع الرزاق مباشره، تعامل عمودي ماشي افقي. البشر مع الله سبحانه وتعالى. وغنقرا القران ان لا نضيع اجرا من احسن عمل، ونتحداك انك تحسن عمل. ما تحسن عمل، خذ تخصص وخدم عليه. عبد ربي اللي كنتحدث معكم بفضل الله سبحانه وتعالى، هذه الماده الجميله حبيناها ملي كنت في الباك، ومن الباك انا درت الكونسونطراسيون عليه ملي كنت تلميذ، وبديت استاذي معايا. راه القصه ديالها راه بدات من تلميذ. استاذي معايا راه كان تلميذ في البكالوريا، بدينا في الرياضيات وتخصصنا في هذه الماده الجميله، والحمد لله الان تقريبا 13 سنه. اذا احسن عملا، ما يمكنش ربي يضيعك. وانت دابا غتقرا وغتشد الباك ديالك وغدير واحد التخصص وغتخدم عليه وغادي دير فيه واحد المجهود وغتميز فيه وتحسن، والله الذي لا اله الا هو ربي غيرزقك من حيث لا تحتسب. كيف قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يرزقه من حيث، الايه اخرى يرزقه من حيث لا يحتسب. اذا الدور علينا حنا، الكره عندنا حنا من الشيخ زالف صافي. اذا المساله ديال الفلوس وكذا وهذا، هذا فقط كلام فارغ، وكلام اللي غيبعدنا على طريق الله سبحانه وتعالى، وكلام اللي غيدينا لا شيء، يدينا غير الجهل. المال العلم ضده هو الجهل والهاويه، نسال الله السلامه. وانا تنشوف بعض الشباب صراحه قلبي تيضرني بكل صراحه، قلبي تيضرني ملي تنشوف بعض الشباب تلقاه واقف في راس الحومه ولا في راس الدرب ما دار والو في حياته، وكانت عنده نفس الفكره ملي كان تلميذ. لا الدوله ما كايناش الخدمه، الناس قراو شنو داروا بالقرايه؟ انت شحال من واحد قرا دابا؟ هو ديما تعطيك، ما تيشوفش هذوك الناس اللي قراو وخدموا، لا هو تيشوف غير مع العلم حنا ما تنقراوش باش نخدموا، حنا تنقراو باش ندخلوا الجنه، اما الرزق جاي. فهو تيقول لك لا كتشوف هذاك الشيء السلبي، تيشوف لي ستوري، يشوف قصص ديال بعض الناس سلبيين ما قراوش كذا او ما كملوش قرايه او قراو ما تيسرش لهم لعده اسباب، قد يكون هم من يتحملون كذلك المسؤوليه. فهنا تيبدا يحط راسو في دوك الناس، تقول لك انا غنكون بحالهم، وانا نبقى في راس تنشوفهم تلقى راه واقف في راس الدرب نهار كامل ما تيدير والو، حياته ضاعت، ما كاين لا دنيا لا اخره. اذا شنو هذه الحياه هذه؟ اذا من الشيخ زلاف لا ثم الف لا. دابا من الشيخ زلاف هذا النصف الاول من الفيديو سالينا معاه. اذا الشباب نكملوا، وصلتي حتى للدقيقه من الفيديو انت محظوظ، حيت غنشارك معاك الان البرنامج رقم 1 في المغرب بفضل الله عز وجل في ماده الرياضيات. ولدي العزيز بنتي العزيزه، بغيتي تطور راسك في ماده الرياضيات، بغيتي دير مستقبل في هذه الماده من دابا حتى البكالوريا، عرض استاذي معي رقم 1 في المغرب كيرحب بك. عندنا 2 برامج كيف ما كتشوفوا، عندنا دعم جماعي وعندنا دعم خاص، كل برنامج عنده ميزات غنخليكم تكتشفوها، غنخليكم الواتساب لتحت. البرنامج ديالنا متكامل الحمد لله، عندك البلان ديال لي فيديو ديال الشرح، كل
غير كتقرا في المدرسه كنعطيوك لي فيديو ديالو بالشرح بلا ديتاي كنسميوه لي سيرفيس، وهذوك الفيديوهات عندهم التمارين لي PDF ديالهم، ثم ملي كتسالي كنديروا عمليه ديال التصحيح عاوتاني بالفيديوهات، ثم عندك السيغي، ثم عندك الامتحانات، وكل شيء كيتصحح بالفيديوهات بالديتاي بالسبوره بالكتابه باش كتفهم، ثم بلوس لي زابليكاسيون. اذا هادشي كامل زائد المسابقه غنخليك تكتشفوها على الواتساب لتحت. كليك على الواتساب، دخل القناه ديالنا، راه في 24 ساعه راه كيخليو المسؤولين تما الشرح د العرض وتيخليو لكم حتى طريقه تسجيل الثمن. بون كوراج ومرحبا بكم كاملين، ويلا نكملوا دابا الفيديو. اذا الشباب دابا الان السؤال اللي غيتطرح، استاذ انا دابا الان حد الان خاصني نعرف اش غندير، جايه سيمانه العطله، غنتحدث لكم ماشي غير زلاف على واحد الفكره، مهاره بلوطو، هي مهاره ديال التخطيط الاسبوعي، وراه ديجا هضرت لكم عليها، ولكن اليوم جايبها بشيء جديد، جايب واحد ليدي زوينه. التخطيط الاسبوعي الشباب، دابا نتوما عندكم سيمانه ديال العطله في الاول ديال شهر 5 ياك، هاد السيمانه وياكم تضيعوها، وياكم تضيعوها، بغيتي ترتاح ارتاح، ولكن راه بعد منا اكيد عندكم امتحانات، كاين اللي دوز قبل ولكن في الغالب عندكم امتحانات وامتحان الجواب، فاذا خصكم تستغلوها. انا غنقول لكم التخطيط الاسبوعي كي غادي ديروا. شوف اوليدي، غتاخذ واحد الورقه ياك، هاد الورقه شنو غتكتب العنوان ديالها؟ غتكتب فيها سله الانجازات. سله الانجاز، شنو هي سله الانجاز؟ بحال واحد السله غتكتب فيها قائمه ديال الانجازات اللي باغي دير في هذه السيمانه. هذه انا تنديرها، هذه القضيه تندير، انا غنقول لك ونشرح لك انا كيف تنديرها، وعندها واحد النتيجه واحد المفعول كبير. سله الانجاز ورقه تكتب فيها انا هذه السيمانه باغي نخدم الدرس ديال الجيومتري دون ليسباس، باغي مثلا نراجع درس الكهرباء في الفيزيك، باغي نحفظ واحد الدرس في الاجتماعيات، باغي نحفظ سوره الحديد، ما عرفتش باغي نراجع الدرس المناعه في كتب كاع داكشي اللي باغي ديرو في السيمانه. هادشي وقتاش ديروه؟ ما ديروش نهار اثنين اول نهار في العطله، السبت والحد، ديما الليله ديال السيمانه دير، يعني الحد ولا درتيها السبت مزيان، غتكتب كلشي كاع داكشي اللي في عقلك، كاع داكشي اللي في عقلك غتحطو في الورقه، سميتها قائمه الانجاز. صافي ديال سيمانه ماشي شهر، سيمانه، احسن وحده نخطو بها هي سيمانه. ابخي ديك القائمه شنو غادي دير؟ غتبقى تختار منها كل نهار، غدير شنو كنسميوها يوميا، كنسميوها ماشي غزالاف قائمه المهام. قائمه المهام، شوف عندنا جوج، عندنا قائمه الانجاز ديال السيمانه، انا شنو باغي ننجز في هذه السيمانه، وعندنا قائمه المهام اليوميه، يعني داك السله عامره كتكتب فيها كلشي اللي باغي دير في السيمانه، وكل نهار كتبقى تاخذ منها. دابا هي السله كتقول اليوم اثنين اجي باغي نخدم الرياضي، اجي انتي، اجي الفيزيك، اجي اس في تي، تاخذ منها في ديك النهار، وديك النهار غدير داكشي. الا جاب الله درتي داكشي كامل زويون، ما جاب اللهش ما قدرتيش تكمل، وتكون عندك المهاره المرونه، داكشي اللي ما درتيش نهار اثنين غتحطو في نهار ثلاث تكملو، تتخوي السله ديالك واعره بزاف. شي فكره بسيطه ولكن والله العظيم يا شباب الى تاثيرها وفاعليتها كبيره جدا، وتيديروها الناس اللي ناجحين والناس اللي واصلين، فهمتي، تيديروها وعندها واحد التاثير كبير. انا كيفاش كندير لها دابا؟ انا براسي كنشد السيمانه تنكتب كاع، مثلا انا في خدمتي كتعرفوا بان العرض الاستاذي معي دائما عندنا تصوير الفيديوهات، لان كنصحوا دائما، ما تنصحوش حنايا في واتساب، لا حنا تنصحوش في واتساب، كنصحوا بالفيديو. دائما عندي التصوير، كنصح للتلاميذ التمارين، كنصح لي سيغي، كنصح لي سيرفيس، كنصح لي الامتحانات، لي زابليكاسيون، دائما عندي التصوير. فانا تندير السيمانه كنحط فيها كلشي، مثلا هذه السيمانه راه خصني نصور كنكتب كلشي، وكنجي كل نهار كنبقى نجبد الطريق نهار اثنين حتى كنكمل، وكنلقى راسي دوزت السيمانه ديالي. ولا جاب الله ما قدرتش، الا درت 60% من داكشي او 70% مربوحه، في حين انني من قبل ما كنتش كندير هذه النسبه. شنو الفوائد ديال هذه الطريقه ولدي العزيز؟ الفوائد ديالها اول حاجه غتخفف عليك الضغط، لان ماشي غزالي ردوا البال، واحد ستريس غيجيكم ملي غيقرب الامتحان الجوي شيء عادي، الهرمون ديال الضغط غيطلع، لان الامتحان الجوي معامل المات 3 والمعاملات الاخرين 3 كيشكل 40%، بمعنى عنده اهميه كبيره. فانت نورمالمون الا انت ملي كتكون مهتم بشي حاجه راه عادي الجسم ديالك تيبدا يفرز داك الهرمونات، لان داك الشيء عندك مهم. انا ما كانش مهم ما مسوقش راه ما يفرز لا هرمونات لا والو. فاذا اول حاجه غتخفف عليك الضغط، وهذا الشيء ما ديروش في سيمانه العطله، مهاره عيش بها كل سيمانه، خدم عليها وتورد عليها، غتعطي تاثير كبير جدا. اذا اول حاجه تخفف عليك الضغط. ثاني حاجه من الشيخ زليف، غتبقى تشوف النجاح ديالك كيتحقق يوميا بخطوات صغيره، كل نهار تبقى تشوف راسك كتزيد لقدام، كل نهار كتزيد لقدام. للاشاره بالنسبه للتخطيط الامتحان الجوي، راه كنت درت لكم واحد الفيديو، يعني واحد الفيديو راه حطيته لكم ديال سميتو الطريق الى الامتحان الجوي، رجعوا له شوفوا، هضرنا على المذكره وهضرنا على شي افكار زوينين للامتحان الجوي، رجعوا له من الشيخ زليف. اذا قلت لكم هذه الطريقه ديال التخطيط الاسبوعي. اذا عندنا سله الانجاز او قائمه الانجاز، صافي سله او قائمه اللي بغيتي، وعندنا قائمه المهام اليوميه. اذا غتخفف الضغط، غتخليك تشوف النجاح كل نهار انت كتقدم. وثالث حاجه غتمنعك من التسويف،
غتمنعك من القضيه ديال وقتاش غندير لا بلاتي، لا غيولي عندك بلون خدام عليه ناضي وغتمشي زويون. نصائح: ما درتي شي حاجه اليوم هزها من السله دخلها لغدا، ما تقلقش وزيد 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 وزيد، وكل سيمانه غتبقى تحس بالفاعليه كطلع. اذا انا ماشي غزاليف كنتمنى من صميم القلب ديالي هذا الفيديو يكون نفعكم. هضرنا الشباب النقطه الاولى الله يرضي عليكم، نحن في الخط النهايه الشباب، الافكار المسمومه خصنا نحيدوهم. ثم هضرنا ماشي غزاليف على التخطيط. اذا دابا ولدي الكره عندك صافي، بسم الله جدد النيه، صلي 2 ركعات في مهمه جدا، طلب الله هذاك الكسل، تعود من العجز كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال. كاين الدعاء، ندير دعاء، نصلي 2 ركعات، نفهم هذا الشيء، نشد الورقه، ندير السله ديالي الانجازات، ونبدا نخدم قائمه المهام بشكل يومي، وثق بيا بزاف ديال الامور غادي تزيد غادي تتحسن. انا معكم ماشي غزاليف، طبيعي حتى نهايه الموسم الدراسي راني ان شاء الله كنوجد لكم واحد الكادو في سيمانه العطله، نكون معكم ان شاء الله في لايفات، ديروا معايا الشباب. بقات اخر حاجه الناس اللي باغيين يلتحقوا بنا بالعرض، رقم 1 في المغرب عرض استاذي معي في ماده الرياضيات، راه كاين الان التسجيل ديجا في التاريخ سالا، ولكن غنفتحوا في 1 في شهر 5. شوفوا التاريخ ديال الفيديو، 1 شهر 5 هو الفوج الاخير، الفوج رقم 10 عنده بزاف ديال الميزات حيت ياخذ البرنامج كامل ديال استاذي معي من الدوره الثانيه حتى لاخر الموسم، يعني جميع الدروس بالفيديوهات ديالهم كاملين، بالحصص، بالتمارين، باللي صيغي، بالامتحانات، بلي زابليكاسيون. ثم غياخذ الاعداد الامتحان الجوي، الفيديو الطويل اللي كتعرفوا كنديروه في الاخر. اذا احسن استعداد اتوجدوا ديال الامتحان الجوي، ولا كنتي ناوي تدفع من دراسه التميز مطموع 3 غنكون معاك. ها الواتساب غتلقاوه لتحت، صيفطوا ميساج للسيرفيس وغيخليو لكم طريقه التسجيل والثمن، وراه كاين واحد الثمن خاص ان شاء الله في هذا الوقيته. بون كوراج، سلموا لي والديكم، تهلاو.